خير يا رب. الو. أنا نابليون. اهلا بعلي كوفرتينا، فينك يا راجل من زمان؟ أنا جاي إلى مصر. جاي بقى ان شاء الله ايه، فيزيت عمل ولا فيزيت سياحه؟ عاوزك تحكي لي تغريد ثالثة ثانوي عني وعن بطولات جنرال في مصر وحبي للإسلام والنبي بس محمد. بس يا راجل، حتى وانت ميت بتكذب يا راجل. كبسولتنا التانية، هل نابليون كان كذاب ولا كذاب شوية ولا كذاب قوي؟ خليني اقول لكم الاول ان من المستحيل ان احنا نعرف نتكلم عن نابليون في كبسولة واحدة، وده طبعا مش لانجازاته. هتقولوا لي امال لايه يا مستر؟ هقول لكم لان ببساطة يا زغليل هو بطل الفصل الاول. لكن لو عاوز تعرف كل حاجة عن نابليون وعن الحملة الفرنسية فانتظر سون عملاقين على اليوتيوب، المشرحة والقنبلة. عارف انهم اتأخروا بس معلش، هما جايين زحف. القائد نابليون، ذكاء استراتيجي عالي جدا، حاد الملامح، ثقة بالنفس كبيرة، قيادي قوي، طموح بلا حدود، وأهم ميزة إنه قصير. تعالوا نعرف مع بعض نابليون كان كذاب في إيه. أقواله كانت عكس أفعاله، وده ظهر في 6 حاجات. أول حاجة، نابليون في منشوره كان بيقول للمصريين أنا جاي أخلصكم من حكم مماليك الظالمين، لكن كان هدفه الحقيقي هو تكوين إمبراطورية جديدة في الشرق عن طريق مصر. 2، نابليون خالف مبادئ الثورة الفرنسية وخالف مبادئ حقوق الإنسان لما ارتكب أول جريمة سياسية وهي إعدام البطل محمد قريب. 3، نابليون قال في منشوره أنا جاي أخلصكم من حكم المماليك الظالمين، لكنه عرض حكم الصعيد على مراد بيك. 4، نابليون قال في منشوره إنه بيحترم الدين الإسلامي وبيحترم الله والرسول، لكنه دنس الجامع الأزهر هو وجنوده بالخيول. 5، نابليون في منشوره كان بيجامل الدولة العثمانية، لكنه رجع من عكا عزل القضاة الأتراك وحط مكانهم القضاة المصريين في تمصير القضاء. 6، نابليون في منشوره كان بيقول أنا جاي أخلصكم من حكم المماليك الظالمين، لكنه فرض ديون على المصريين زي المماليك عن طريق دواوين الأقاليم. تفتكر نابليون كان صادق في حاجة؟ هقول لك نابليون كان صادق في حاجتين. نابليون نجح في تطبيق سياسة الترهيب لما قتل كتير جدا من الثائرين أثناء ثورة القاهرة الأولى ونجح في إخمادها. 2، نابليون في منشوره وعد المصريين بوظائف عليا، ودوت حصل في القضاء وحصل في الدواوين حتى لو كان بشكل صوري أو مجرد عروش وهمية. سؤال، تفتكر منشور نابليون فشل ولا نجح؟ هقول لك ان منشور نابليون فشل، وفي 5 اثباتات على الكلام دوت. اول اثبات، اول ما رجل نابليون نزلت اسكندريه لقى مقاومه شرسه من اهالي الاسكندريه وخصوصا قائدها محمد قريم. وخد بالك ان محمد قريم كان بيدافع عن الاسكندريه بدافع وطني وليس مصالح شخصيه زي المماليك. تاني اثبات، نابليون لقى مقاومه شرسه من اهالي الصعيد وفشل في التفرقه ما بين مراد بيك وما بين اهالي الصعيد. ثالث اثبات، نابليون واجه ثورة القاهرة الأولى وفشل في الاحتواء السياسي للشعب المصري، وكذلك كليبر في ثورة القاهرة الثانية. رابع إثبات، نابليون واجه تكتلات عسكرية أو تحالفات دولية كانت ضد الحملة من الإنجليز والعثمانيين والروس. خامس إثبات، موقعة أبو قير البحرية اللي كانت بداية النهاية بالنسبة للحملة الفرنسية، وموقعة أبو قير البرية. وبس كده، أنا خلصت. زغليل، تتوقعوا مين آخر ميت من الفصل الأول هيكلمنا المرة الجاية؟ سلام.